لما انت يبقى همك الجواز رقم 1 عشان راحة البلبل المقرف ال2 سنتي بتاعك. اما انت وليه قليلة الادب صحيح. عشان كده حياتكم هتبقى ب60,000 نيلة سواد فوق نفخكم وكلكم مش مبسوطين، وبعد كده في الاخر بعد شوية مش بتطيقوا بعض وتتطلقوا. صح. ده ليه سبب الطلاق والقرف اللي انتوا فيه؟ عشان راحة البلبل رقم 1 عندك. لعيب على البنات اللي بيجوا وراك والله. شد الجوان، ايامكم سودا يا ولاد الوز. ما ينفعش انتي تبقي فرسة 20 حصان ومتجوزة واحد حصان. ايوه طب انت عايز ايه دلوقتي؟ ما ينفعش انتي تبقي 500 حصان ومتجوزة 10 حصان وكمان بيضربك لانه مش قادر يتفوق على قوتك. ستوب يا ابني، تعالي بقى عشان انا سكتلك. ايوه وانتي هبله. كل واحد ذكر بيضرب الانثى بتاعته يبقى عنده ضعف في البلبل والله. يا عقد كلاكيعو. سيبيه على طول، روحي للحصان اللي قدك. اوكي، ضيعيش وقتك، ما تضيعيش شبابك وجمالك وصحتك مع واحد بيضربك، واحد حصان وبيضربك. مش فاهماكوا بجد. الحشيش تمام حاجه هايله قوي زي الفل يا سيدي الناس. الطول مش مهم خالص، الموضوع كله في الأداء. يعني ممكن تبقى 20 بس تعبان. لا البنت خبرة بصراحة، يعني خبرة. حاجة لو مش حرام كنت عملتيها. كنت اتجوزت 4.